اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا رحم الله والديكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا لنصرة شيعة أمير المؤمنين بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله والديكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد أيها المجتبى يا ابن رسول الله، وعلى أخيك سيد الشهداء. سادتي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل، لا سيما في هذه الليلة، ليلة النصف من شهر رمضان، والتي ولد فيها الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق كريم أهل البيت الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن ينصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما أخواننا المجاهدون في الجمهورية الإسلامية، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آية المباهلة أيها الأحبة من الآيات الكريمة التي تكلمت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وسبب نزول هذه الآية المباركة هي حادثة مشهورة ومعروفة تسمى حادثة المباهلة، والتي جرت ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بين نصارى مدينة نجران. هذه المدينة اللي تعتبر هي إحدى مدن الحجاز في ذلك الوقت، وإلى الآن هي موجودة في السعودية، وكان أغلب سكانها في ذلك الوقت هم من النصارى من المسيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى الإسلام، لكنهم رفضوا ذلك وأصروا على كفرهم وعلى عنادهم، وقالوا في عيسى بن مريم عليه السلام قالوا فيه مقالات كفر وإلحاد. فهناك من قال إنه هو ابن الله، وهناك من قال إنه هو الله تعالى الله عما يصفون، وهناك من قال إنه هو ثالث ثلاثة. وكل هذه المقالات هي مقالات كفر وإلحاد. وقد رد عليهم القرآن الكريم بقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فلما أصروا على الكفر وعلى العناد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى المباهلة. المباهلة أيها الأحبة هي الملاعنة ما بين شخصين أو ما بين فريقين. لما فريقين مثلا يختلفان على مسألة معينة، وهذه المسألة خاصة بالدين،
يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى فيسألون الله عز وجل أنه ينصر الحق وأنه يخذل الباطل. هاي العملية تسمى المباهلة، لكن من شروطها أنه تكون في مسألة دينية. يعني مثلا يجون شخصين اختلفوا على مبلغ من المال، هذا يقول أنه هذا المبلغ لي والآخر يقول أنه هذا المبلغ لي، فهل يجوز لهم التباهل إلى الله؟ الحكم يقول لا يجوز. ليش؟ لأن هذا أمر دنيوي. فالمباهلة لازم تكون في قضية دينية، مثل أنه واحد يجي يقول الصلاة واجبة، يجي آخر يقول لا الصلاة غير واجبة وغير موجودة، فذول نعم يستطيعون أنهم يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى. أو في مسألة عقائدية يأتي شخص فيثبت وجود الإمامة، يقول الإمامة أصل من أصول الدين، ويأتي شخص آخر ينكر الإمامة. نعم هنا يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينزل اللعنة على الطرف الكاذب. فعموما النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفق مع نصارى نجران على وقت معين وعلى يوم معين للمباهلة. يقول الراوي فخرجوا بأجمعهم كبارا وصغارا نساء ورجالا، خرجوا إلى المباهلة ينتظرون وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الراوي فجاء النبي صلى الله عليه وآله ومعه أمير المؤمنين بين يديه، والإمام الحسن عن يمينه، والإمام الحسين عن شماله، والسيدة الزهراء من خلفه. فجاء حتى وصل إلى مكان المباهلة، فجثى كما يجثو الأنبياء للمباهلة. هذا الراهب الأكبر كأنه كبير النصارى الأسقف يقول نظر إلى قومه وأصحابه قال والله إني أرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فإياكم أن تباهلوا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله إن باهلتم محمد لا يبقى نصراني على وجه الأرض إلى يوم القيامة. أقول ويا ليتهم دخلوا المباهلة في ذلك اليوم. أيوة. لتخلصنا من شر هؤلاء الذين تسلطوا على رقاب المسلمين والمؤمنين إلى هذا اليوم، كأمريكا وإسرائيل وهذه القوى الغاصبة والاستعمارية التي تسلطت على رقاب المسلمين والمؤمنين، بل المؤمنين خصوصا. وإلا الآن ما يسمى بالمسلمين هم شنو؟ هم عملاء، وهم منبطحون مع هؤلاء الكافرين. ومن هنا تراجعوا عن المباهلة وخافوا من وقوع اللعنة عليهم. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الرواية أنه خيرهم ما بين الدخول في الإسلام أو البقاء على دينهم مقابل دفع الجزية للإسلام والمسلمين. هذا الإسلام هو دين الرحمة، ليس كما يدعون هم الآن دعاة الحرية وحقوق الإنسان، وهم يقتلون الأبرياء وينتهكون حقوق الشعوب ويقتلون الأطفال، بالخصوص دولة بني إسرائيل اللي هم قتلة الأنبياء قتلة الأطفال. اللي ورد في الروايات أن بني إسرائيل كانوا يقتلون بين اليوم والليلة 70 نبيا من الأنبياء. زين، احنا ما نتعجب الآن من الذي يحصل على أرض الواقع. اللي يقتل نبي من باب أولى شنو؟ أنه يقتل الآخرين. الذي يزهق روح الأنبياء يتجرأ على أكثر من ذلك حقيقة. وهذه الآية أيها الأحبة تدل على أمور ثلاثة. أولا تدل على حقانية الإسلام، أن الإسلام هو دين الحق وهو دين الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تدل على مصداقية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادقا وهو الصادق الأمين ومتوكلا على الله. وإلا أسألك بالله وين أبو إنسان يعلم أنه هناك مكان فيه خطر ويخرج بأعز الناس على قلبه وهم أهل بيته. عادة الإنسان يحامي عن أهل بيته،
لكن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى مكان المباهلة يدل على ماذا؟ على مصداقيته وعلى توكله على الله عز وجل. ومن جهة ثالثة أنه الآية تدل على ماذا؟ تدل على فضيلة الذين خرج بهم النبي إلى المباهلة، وهم أمير المؤمنين والسيدة فاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأحد هؤلاء الأطهار الذين خرج بهم النبي إلى المباهلة هو الإمام الحسن صاحب هذه الليلة، صاحب هذه الذكرى، كريم أهل البيت، لأنه أجمع العلماء على أن المراد من كلمة الأبناء أبناءنا وأبناءكم هم الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم نساءنا هي الزهراء سلام الله عليها. وهنا ما أجمل التعبير القرآني حينما قال وأنفسنا وأنفسكم. في القرآن ما قال مثلا رجالنا ورجالكم، قومنا وقومكم، لا، قال أنفسنا وأنفسكم. يعني أمير المؤمنين شنو هو؟ نفس النبي، هو روح النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الواقع، أنه النبي وأمير المؤمنين يشتركون في كل هذه المقامات الإلهية والصفات الكمالية ما عدا مقام النبوة والرسالة، أنه النبي أفضل عند الله من أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكلمة الأبناء المراد منها الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه الذي أشرقت الدنيا بنور وجهه في مثل هذه الليلة المباركة، وبشر البيت النبوي العلوي الفاطمي بهذا الوليد المبارك. ولما جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الراوي ملفوفا بخرقة بيضاء لا يدرى أهي أشد بياضا أم نور وجهه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وصار يشبعه لثما وتقبيلا. ويقول الراوي أن النبي وضع لسانه في فم الحسن عليه السلام فصار يمصه مليا. هذه غايات النبي صلى الله عليه وآله اللي كان يفعلها مع الحسن والحسين حتى يأخذوا بهذا النور الإلهي بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نظر إلى أمير المؤمنين وقال له يا علي ما أسميت ولدي هذا؟ قال يا رسول الله ما كنت لأسبقك بذلك. هذه أخلاق أمير المؤمنين. ماذا قال النبي؟ وأنا ما كنت لأسبق ربي. هنا هبط جبرائيل يقول يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن علي منك بمنزلة هارون من موسى، وقد كان اسم ابن هارون شبر. فقال له النبي يا جبرائيل إن لساني عربي. قال يا رسول الله سمه الحسن. شبر وشبر أولاد هارون عليه السلام. يظهر أنه المعنى باللغة العربية حسن وحسين. وامتازت هذه الأسماء اسم الإمام الحسن واسم الإمام الحسين بأنها أسماء تسمى للمرة الأولى. ماكو واحد قبل الإمام الحسن اسمه حسن، وماكو واحد قبل الإمام الحسين اسمه ماذا؟ اسمه الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. والروايات اللي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق الإمام الحسن وبحق الإمام الحسين روايات كثيرة وعظيمة بما فيها الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة،